مثل كل سمير الويفي يرد على مايا القصوري: المنافسة لا تبرر النقمة والانتقام، لكن النفاق مصيبة. هاجمت الثلاثاء 12 مارس كرونيكوز قناة الحوار التونسي مايا القصوري الإعلامي سمير الويفي، ووصفته بالمغرور والمتعجرف، مضيفة أنها لا ترى فيه أي صفة تصلح وفق تعبيرها، وتابعت خلال استضافتها على أمواج إيفام: السيد هذا ثبت عليه تهمة التحيل. نرى من غير العادي أنه إنسان متورط في التحيل يجي يتحدث في التلفزة ويقري التوانسة. ولم يتأخر سمير الويفي في الرد وكتب التدوينة التالية: السيدة مايا القصوري قالت أن عودتي للتلفزة مزعجة لأنني متهم في قضية، رغم أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته يا محامية، ولم يصدر حكم بات ضدي، لكن من باب مقاومة النفاق أسألك، الذي تشتغلين عنده الآن في قناته وتحذرين، يعني تحذر له الأسئلة. الفكرة متاعه كل ليلة سبت كم من قضية منشورة ضده، بالطبيعة يحكي على سامي الفهري ولماذا كان مسجون، وأكبرها قضية كاكتوس التي حجمها عشرات المليارات مع بالحسن الطرابلسي وينظر فيها القضاء إلى اليوم. هل يعني ذلك أنه أيضا يجب أن لا يعمل في التلفزة بسبب ذلك، أم أن ذلك لا يزعجكش، يعني لأنك تقبضين من عنده وترزقين من قناته وبرامجه فلا تتجرئين على ذكره؟ على كل هو أيضا متهم ولكن بريء حتى تثبت إدانته، وأتمنى له البراءة، وتضامنت معه في سجنه. والمنافسة لا تبرر النقمة والانتقام، ولكن النفاق مصيبة.